يبقى انا كده هقدر اجيب الاي، هعوض بيها في القانون ده فهقدر اجيب الار، هعوض بيها في القانون ده فهقدر اجيب الاي، اعوض بيها فوق فهقدر اجيب في الاخر الار اللي هو عايزها. شوف استخدمنا كام قانون. ادي اهلا بيكم طلبه وطالبات الثانويه العامه في فيديو جديد من شرح انواع مسائل الفيزياء. احنا في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن ايه هي انواع المسائل نفسها وايه هي انواع او ازاي نحل التعويض المباشر. النهارده ان شاء الله هنحل مسائل المجهولين اللي هي بنستخدم فيها قانونين او اكتر. تعالوا نشوف سوا ايه هي المهارات اللي مطلوبه مننا احنا علشان نقدر ان احنا نحل النوع ده من المسائل. المهارات المطلوبه ما اتغيرتش من المسائل اللي فات او نوع التعويض المباشر، لان تقريبا نفس المهارات المطلوبه. فعندنا تعريف الكميات الفيزيائيه، التحويلات للوحدات الدوليه دي مهمه جدا طبعا، كتابه المعطيات في المسوده. وتاني بكرر، لو انت عايز تطلع مني بالمسوده بس من فيديوهاتي كلها اطلع بالمسوده، هترتب لك الحل، هترتب لك دماغك. هنشوف دلوقتي النهارده في مساله حرفيا المسوده هي عامل اساسي 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 فيها، عشان كده بنهتم كويس قوي 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 بالمسوده. طبعا بعد كده في حفظ وكتابه القوانين، ده شيء اساسي طبعا علشان تقدر انك تحل اصلا في الفيزياء. واخيرا مراجعه اساسيات رياضيه زي طرفين في وسطين، ودي اتكلمنا عنها برضو في الفيديو اللي فات. تعالى بقى نشوف طريقة الحل واحفظ كده معايا، وهستنى منك انك تكررهم لي في الكومنتات وتقول لي في الكومنتات طرق الحل علشان هنسمعها سوا في بوستات هننزلها هيبقى فيها سمع لي طريقة حل كذا، سمع لي طريقة حل كذا. الطريقة لو اتحفظت واتحفرت في دماغك هتقدر انك بسهولة شديدة جدا في الامتحان ما تضيعش وقتك، تبقى عارف ومحدد كويس قوي النوع ده من المسائل بيتحل ازاي. اغلب المسائل احنا تقريبا طريقة الحل واحدة، ولكن في اختلاف في كام خطوة بعد كده. يعني طريقة الحل دي هي نفس طريقة التعويض المباشر. تحويل الكلام النظري طبعا لرموز، دي اول حاجه، زي مثلا طول السلك هنقول ال، المقاومه هنقول ار، مساحه المقطع هنقول مثلا ايه، المقاومه النوعيه هنقول رو اي، وهكذا. كل دي حاجات طبعا ايه يعني متكرره من المره اللي فاتت. التحويل الى الوحدات الدوليه لازم ضروري جدا، دي الخطوه الثانيه في الحل. الخطوه الثالثه في الحل ان احنا نكتب المعطيات اللي عندنا في المسوده، ودي زي ما قلت لك اهم خطوه. رابع حاجه هنكتب قانونين او اكتر، وهنعرف ايه هي القوانين اللي هنكتبها وازاي نكتبها بناء على اي اساس، بناء على المعطيات اللي عندنا جوه المسوده. خامس حاجة تعديل القانون قبل ما اعوض. انا بحب ان انا اعدل القانون للصورة النهائية علشان اجيب الكمية الفيزيائية اللي مطلوبة في الناحية الشمال قبل علامة اليساوي وليكن الار، وبعد كده اكتب باقي الرموز بتاعتي اللي هي وليكن رو اي في ال على ايه. بعد كده ببدأ ان انا اعوض لو هو محتاج الار، لو هو محتاج الايه بقلب القانون، وعلشان كده قلت لك محتاج الاساسيات بتاعة الرياضة اللي هي طرفين في وسطين. واخر حاجة طبعا هي التعويض في القانون، وما تنساش انك تكتب الناتج والوحدة كويس قوي. تعالى بقى نشوف انواع المسائل، لان انواع المسائل حرفيا هتحتاج مننا تركيز كويس قوي في النقل، في انك ما تتعميش، في انك تبقى كاتب المسوده بتاعتك كويس قوي. خلينا نبدا ونشوف. اول مساله عندنا مساله بسيطه ان شاء الله ونقدر ان احنا نحلها بسهوله. سلك من الحديد طوله، طالما انا شفت الكلمه بالعربي بكتب على طول عليها الرمز بالانجليزي اللي هو ال. 3.14 متر، طالما متر هي الوحده الاساسيه فانا مش محتاج احول، فانا تمام مش بعلم عليها، يبقى انا كده عارف ان الايه الوحده دي او الكميه دي مش محتاجه تحويل. نصف قطره اللي هو الار 5/10 ملي متر، طالما ملي يبقى نعلم عليها علشان دي هنكتبها في المسوده بعد التحويل. كان فرق الجهد بين طرفي فرق الجهد اللي هو ال V 5 فولت، مش محتاجة تحويل، تمام مش هعلم عليها، همسح هي العلامة بتاعتي. علمت أن المقاومة النوعية للحديد اللي هي الرو إي للحديد بتساوي كذا أوم لكل متر، طبعا إحنا مش هنحتاج نحول. فإن شدة التيار المار اللي هي الآي في السلك تساوي كام. طيب تعالى بقى نكتب سوا المسودة كده، نكبر الصفحة عشان نكتب مسودة، أنا عامل مسودة كبيرة قوي أهو طول الصفحة كده، ونكبر المسودة وتخلي المسودة أهم حاجة زي ما قلنا إيه في الحل بتاعنا هتبقى المسودة. تعالى نمسك واحدة واحدة، نكتب بعد كده المعطيات في المسودة وركز في الطريقة كويس قوي. هنقول ال بتساوي 3.14 متر. أنا كده نقلت أول معطى كويس قوي ومظبوط. الار بتساوي، ننقل بقى المعطى ده كويس قوي، نص ملي. ملي أنت عارف وشاطر إن الملي بنضرب في 10 أس سالب 3 متر. تمام. بعد كده المعطى اللي بعده بيقول لك فرق الجهد اللي هو V بتساوي 5 فولت، حلو قوي. بعد كده المقاومة النوعية اللي هي رو E بتساوي 10 أس سالب 7 أوم متر. بعد كده بيقول لي المطلوب شدة التيار. طيب أنا كده كتبت المسودة بتاعتي وظبطت المسودة بتاعتي 10/10. في حاجة بس ناقصة بالمرة ممكن نعملها في المسودة، احنا دايما ما بنستخدمش الار في القوانين، بنستخدم مساحة المقطع، وهنا بيقول لي الباي بتساوي 3.14. فتعالى بالمرة نكتب ان الاي بتساوي الباي ار تربيع، يعني الاي هنا هتساوي، ونكتب بعد كده باي اهو، والار عندنا اللي هي بنص في 10 أس سالب 3، تعالى نكتبها
باي في افتح قوس نص، ما تنساش ان هي باي ار تربيع في 10 اس سالب 3، ايوه، الكل اس 2 طبعا متر مربع، بس عشان المكان ايه مش مكفي معايا. طبعا انت في ورق المكان هيكون اكتر. فانا كده جبت مساحه المقطع وجبت ال وجبت الفي وجبت الرو وجبت وعايز الاي. طيب انا عايز الاي دي كنت بجيبها بكام طريقه؟ عندي كذا قانون، ان في اي على تي. طب هل هنا في الان والاي والتي؟ لا. طب كنت بجيبها بايه تاني؟ الاي بتساوي الفي على ار. هل هنا في الفي؟ موجوده اهي الفي. طب مش موجوده الار، يبقى نكتب قانون تاني يجيب لي الار بتساوي ايه في الطبيعي؟ رو اي في ال على ايه. اهو الرو اي موجوده، ال موجوده، الاي موجوده. يبقى انا حليت المساله دي بقانونين، الرو اي موجوده، ال موجوده، الاي موجوده، هجيب منها الار، والار بعد كده اعوض بيها في القانون اللي فوق دوا. فعندي كده الار، عندي الفي، هقدر اجيب الاي. وهي دي انواع المسائل بتاعه القانونين او اكتر. انا هلخص شويه معلش التعويضات، وهقول لك ان الار على طول بتساوي 4/10 اوم، بعد ما طبعا عوضنا بالمعطيات اللي قدامنا دي، عوضنا بيها في المساله، وعوضنا عن الباي ب 3.14% زي ما هو قال لنا، هتطلع معانا الار بتساوي 4/10 اوم. نكتب تاني معلش المعطى ده، وهنا ار بتساوي 4/10 اوم، والفي عندي كانت بتساوي، نطلع فوق في المعطيات بتاعتنا، 5 فولت. طيب يبقى الاي بتساوي ببساطة 5 على 4/10، هيطلع لنا الاي بتساوي 12.5 امبير. وما تنساش الوحدة عشان لو جات لي مسألة مقالي، نطلع فوق في الاختيارات هنلاقي 12.5 امبير موجودة، وهي دي فعلا الإجابة الصح. يبقى تاني ادي شكل الحل بتاعنا النهائي، هيبقى عامل كده اهو. المسودة بتاعتنا بنكتب فيها المعطيات، ال الار الفي الرو اي الاي الاي، بعد كده حولنا الار للاي على طول علشان تتسمنا في المسألة. كتبنا الار بعد ما طلعناها كتبناها، الفي كتبناها. هنا بقى في المسائل نفسها هو عايز الاي، فانا خليت الاي اهو، قلت الفي على الار. عندي الفي ما عنديش الار، فاضطريت ان انا اجيب الار بقانون تاني، رو اي في ال على اي. الحمد لله عندي الرو اي اهي، وعندي ال اهي، وعندي الاي اللي هي مساحة المقطع. عوضت تعويض مباشر على طول، جاب لي 4/10 اوم. بعد كده كتبت تاني المعطيات اللي هحتاجها، الفي، فاذا الاي بتساوي الفي على الار. ادي عندي الفي ب5 فولت، الار بيساوي 4/10 اوم. عوضت على طول في القانون، طلعت لي 12.5 امبير، وهو ده الحل. تعال نشوف مسألة تاني، وعايزك بقى ايه، تفتح مخك كويس قوي وتكبر دماغك معايا كويس قوي. المسألة دي من المسائل الرزلة شوية، ان احنا مش هنحلها بقانون ولا اتنين. تعال نشوف هنحلها بكام قانون. عد معايا. سلك طوله زي ما اتفقنا بنكتب ال 200 متر، هل محتاجة تحويل؟ لا، المتر هي الوحدة الأساسية. نكمل. المقاومة النوعية قلنا رو اي بتساوي 3.4 في 10 أس سالب 7 أوم متر، هل محتاجة تحويل الوحدة؟ لا. نخش على اللي بعده. يمر خلال مقطعه 2 في 10 أس 19 إلكترون، ده عدد الإلكترونات اللي هي كانت بتساوي إن. هل محتاجة تحويل؟ لا، ما قاليش ولا ملي ولا مايكرو ولا سنتي، فإذا زي ما هي. خلال الثانية الواحدة أهو قال لي ثانية، يبقى تي زمن. هل الثانية دي مش هي الوحدة القياسية؟ لا، دي الوحدة القياسية، فمش محتاجة أحول. لغاية دلوقتي الدنيا ماشية كويس. عند توصيل بمصدر فرق الجهد بين قطبيه اللي هي في بتساوي 64 فولت، برضو مش محتاج إن أنا أحول. فإن نصف قطر مقطع السلك اللي هو ار بتساوي كام؟ علما بإن باي بتساوي 3.14. يبقى إذا الخطوة الأولى عملناها، إن إحنا حولنا الرموز بتاع الكلام العربي إلى رموز. كتبنا الخطوة الثانية اللي هي هل أي واحدة محتاجة تحويلات؟ لنا الحمد لله مفيش. نعمل المسودة بتاعتنا الجميلة، ونرجع بقى تاني كده نكتب في المسودة المعطيات. وركز بقى معايا قوي أهو. سلك طوله ال بتساوي 200 متر. ركز بقى معايا قوي في النقل، المسودة هنا عامل أساسي. الرو اي بتساوي 3.14 في 10 أس سالب 7 أوم متر. بعد كده الN بتساوي 2 في 10 أس 19. تمام. بعد كده التي ثانية واحدة أهو، التي بتساوي 1 سكند. تمام. ايه تاني مدوني؟ فرق الجهد 64 فولت، فانا هكتب في بتساوي 64 فولت. هو عايز مني ار بتساوي كام؟ متر. طيب ايه بقى طريقة حل المسألة دي؟ نبدأ واحدة واحدة. بص يا باشا، هتقول عندك، تعالوا نخليها مثلا باللون الأصفر ده أو بالقلم الجاف ده نشوف. هنقول عندنا ايه؟ هو عايز نصف القطر. طب أنا عارف القانون الوحيد اللي بيديني نصف القطر هو إن ال A بتساوي باي ار تربيع. الباي هو مديهاني ب 3.14، ال A ما عنديش ال A، فايه القانون اللي بيجيب لي ال A؟ ال A كانت موجودة عندي في قانون الار بتساوي رو E في ال على A. تعال نشقلب القانون من بدري علشان نقدر ان احنا نكتبه كويس. فالايه هتساوي طرفين في وسطين اللي قلت لك المره اللي محتاجينها، رو اي
في ال على ار. يبقى انا كده حولت القانون للايه اللي انا عايزها. طيب انا عندي الرو اي اهي موجوده، وعندي ال اهي. هل عندي الار؟ ما عنديش الار. يبقى انا محتاج ادور على قانون تاني يجيب لي الار. بص بقى الخطوات. الار بتساوي زي ما احنا عارفين الفي على الاي. طيب هل انا عندي الفي في المسوده بتاعتي؟ عندي الفي اهي. هل انا عندي الاي؟ ما عنديش الاي، فهروح رايح على قانون رابع يجيب لي الاي. اي بتساوي الان في الاي على التي. طب هل انا عندي الحاجات دي موجوده في المسوده؟ الان موجوده، التي موجوده، الاي محفوظه 1.6 في 10 اس سالب 19. يبقى انا كده هقدر اجيب الاي، هعوض بيها في القانون ده فهقدر اجيب الار، هعوض بيها في القانون ده فهقدر اجيب الايه، اعوض بيها فوق فهقدر اجيب في الاخر الار اللي هو عايزها. شوف استخدمنا كام قانون، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي في الاخر خالص 4 قوانين علشان اقدر احل بيها المسألة دي. شفت بقى؟ لو انت ما عندكش المسودة، ما عندكش المهارة انك تكتب القوانين، مش حافظها مثلا، تعال اعلم لك على القوانين بتاعتنا باللون الاحمر كده في مربع علشان تبقى عارفهم. ادي اول قانون باي اي بتساوي باي ار تربيع. تاني قانون الاي بتساوي رو اي في ال على الار، دي بعد ما قلبنا القانون الاساسي. الار بتساوي الفي على الاي، ادي تالت قانون. رابع قانون الاي بتساوي الان في اي على التي. وبالتالي انا بس عشان ما اطولش عليك، لما هعوض مثلا عن الاي بتساوي ان في اي على التي، الاي عندي هتساوي 3 علامة 2/10 امبير. بعد كده لما اعوض الار بتساوي الفي على الاي اللي هي 64 على الاي اللي عندي خلاص جبتها 3.2 امبير. انا كده استخدمت القانون ده، بس انا مش عايز اطول عليك في التعويضات. فالار هتساوي 64 على 3.2 هتطلع الار بتساوي 20 اوم. فكده انا خلاص جبت الار، اعوض بيها في مساحة المقطع. هجيب مساحة المقطع الايه بتساوي، هعوض الرو اي اللي هي عندي بتساوي 3.14 في 10 سالب 7 في ال اللي هي هتساوي 200 متر على الار اللي هي بتساوي 20 اوم اللي انا جبتها من تحت. فهتطلع لي مساحة المقطع الايه بتساوي 3 علامة 1.4 في 10 اس سالب 6. ثانية واحدة نكتبها لك بخط بس ايه صغير شوية اهو. ال A بتساوي 3 علامة 1.4 في 10 أس سالب 6 متر مربع. تمام. بعد كده خلصنا، نكتب بقى آخر تعويض عندي خالص، وهو أو آخر قانون ال A بتساوي الباي في ال R تربيع. يبقى ال R تربيع بتساوي A على باي. يبقى ال R هتساوي جذر A على الباي. وخلي بالك هنا الباي عندي هو مدهاني ب3.4، ما تنساش المعلومة دي. يبقى الار في الآخر هتساوي 10 أس سالب 3 متر، وهو ده اللي مطلوب عندي في المسألة. تعالى كده نطلع في المسألة ونشوف أهو. إجابة ج هي الإجابة الصح ب10 أس سالب 3 متر. ادي خطوات المسألة كلها قدامك. ما كنتش مستحيل أبدا 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 تحل المسألة غير بالشكل ده. هتكتب في الاول الرموز، بعد ما شفت الرموز تشوف التحويلات علشان ما تغلطش في اي حاجه. بعد ما شفت التحويلات كتبت المسوده بتاعتي، بعد ما كتبت المسوده بتاعتي شفت القوانين اللي تحل لي المساله. طب الايه؟ طب انا ما عنديش، اجيبها ازاي من الار؟ جبتها من القانون الار بتساوي رو اي في ال على ايه، وحولنا هذا القانون الى القانون اللي تحت ده اللي هو حولنا القانون ده اهو كده. القانون ده حولناه لده اللي هو الاي بتساوي رو اي في ال على الار. تمام. يبقى شفنا بعد كده الرو اي والال موجودين، الار مش موجود، اجيبها ازاي؟ في على اي. جبتها، اروح داخل بعد كده اشوف ان عندي الفي ما عنديش الاي، فاجيب الاي ازاي؟ بالان في اي على تي. عندي دول في المسوده. دي فايده المسوده، عشان كده بقول لك لازم 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 تطلع مني بحاجه وهي المسوده. من غير المسوده دي ما كنتش هتقدر تحل ده كله، كنت هتكتب قانون بعد كده هتوه. طب تطلع بقى في المساله، طب انا عندي اهو رو اي وعندي ال، طب بعد كده ما عنديش الار، طب ادور على الار. التي هتجيبها لي ازاي؟ طب الان. هتلاقي نفسك اتلخبطت واخدت وقت اطول من اللازم. لكن بالاسلوب ده هتقدر تحل النوع ده من المسائل بسرعه، تقدر تحله بفاعليه اكبر. انت متاكد في كل خطوه انك مش غلطان، انت متاكد في كل خطوه انك هتوصل للخطوه اللي بعدها وتحل.
تاني اهي خطوات الحل اللي نشوفنا طبقناها ولا ما طبقناهاش سوا. تحويل الكلام النظري الى رموز طبقناها. التحويل للوحدات الدوليه كنا بنتاكد واحنا شغالين الخطوتين دول بيتعملوا مع بعض. بعد كده كتابه المعطيات في المسوده، تكتبهم في المسوده، الخطوه دي اتعملت. نكتب القانونين او اكتر اللي بيجمعوا لي كافه المعطيات داخل المسوده، عملنا كده وشفنا ان في معطى ناقص بندور له على قانون ونجيبه لغايه لما نوصل ان كل الحلقات بتتصل مع بعضينا وكل قوانين بتكفي المعطيات اللي قدامنا. بنعدل القانون، قلنا الخطوه دي بنعملها على طول واحنا بنكتب القوانين عشان يلاقي من الكميه الفيزيائيه المطلوبه بحيث اعوض على طول. ويبقى اخر خطوه عندي وهي التعويض في القوانين كلها، واكتب كل النتائج تاني في المسوده، واخيرا بكتب الوحده واوصل لاخر المساله. يبقى مبروك عليك المسألة، ايا كان بدرجتين، ايا كان ب3 درجات، ايا كان ب4 درجات، انت خلاص اخدتها ومطمن ان معاك المسألة. ما تنسوش انكم تشيروا الفيديوهات دي لزمايلكم، ما تنسوش انكم تشيروا الخطوات دي كلها مع الناس اللي تعرفوهم، علشان فعلا الخطوات دي مهمة جدا، هتوفر عليك وقت. صدقني انت دلوقتي شايف ان احنا حلينا المسألة في وقت طويل قوي، ولكن مع السرعة مع التعود انا كنت ماشي واحدة واحدة معاك علشان تحفظ الخطوات. بعد ما تحفظها هيجي قدامنا فيديوهات مثلا هتلاقينا بنحل 40 مسألة، بنحلهم مثلا كلهم في 40 دقيقة او بنحلهم في 60 دقيقة كحد اقصى، كلهم بالشكل ده بالتعويض قانونين او اكتر. هتلاقي ان احنا بنحلهم بشكل اسرع بكتير قوي من الكلام اللي احنا عملناه النهارده. وهي دي مسائل المجهولين، وهو ده كان تاني فيديو معانا في انواع مسائل الحل. بعد ما عملنا انواع مسائل الفيزياء، خدنا التعويض المباشر، خدنا المجهولين، استنوا معايا مسائل المقارنات، الفيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه. كان معاكم دكتور فادي. انا اعتبروني كاخ كبير، بس بقدم لكم نصيحه، بقدم لكم طرق حل فادتني انا في ثانويه عامه بتاعتي، وفادت كمان اخويا في النظام الجديد، كان دفعه 2021 فادته برضه في النظام الجديد بتاعه. و سوري، كان دفعه 2022 يعني 2021 2022 فادته. هو دلوقتي في ثانيه كليه طب. عقبالكم كلكم ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الشير، اللايك، الكومنت هيشجعني ان انا ان شاء الله اكمل معاكم الفتره اللي جايه، وان شاء الله نحل سوا كل كتاب الامتحان وكل الاسئله اللي بتبقى صعبه قدامكم. نحل سوا كتاب المراجعه النهائيه ان شاء الله لما ينزل، هنحله سوا ونحل النماذج اللي فيه. نماذج الوزاره برضو لما هتنزل ان شاء الله هنحلها سوا. كل ده واكتر هنحله سوا على القناه بتاعتنا على اليوتيوب ان شاء الله، بدون اي فلوس بدون اي حاجه. انا بس حابب ان انا اساعدكم، وانتوا بس دوركم ان انتوا تشجعوا اصحابكم، تشجعوني بان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات وتتفرجوا وتعملوا لايك وشير وكومنتات، وتقولوا لي بالظبط ايه اللي عجبكم ايه اللي ما عجبكمش، ونحاول سوا ان احنا نعدله الفتره اللي جايه. وربنا معاكم. السنه دي السنه تقيله انا عارف، ولكن ان شاء الله على قبل الامتحانات بفتره كبيره نكون خلصنا كل حاجه تقدر انك تخش الامتحان تضمن انك تجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله. شكرا ليكم واشوفكم على خير.